مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي لخصوبة التربة. جهود لتعزيز تنظيم جمعية معاقي الحرب في جنوب البحر الأحمر. منتدى حول مشاركة الشباب في التنمية الزراعية. لافروف يؤكد استعداد روسيا لاستخدام كل الوسائل في أوكرانيا. بكين تفرض عقوبات على شركات صناعات عسكرية أمريكية. زلزال بقوة 7 درجات قبالة كاليفورنيا وإلغاء تحذير من تسونامي. السلام عليكم ورحمة الله. تم الاحتفال في فندق ماي نفحي في 5 من ديسمبر باليوم العالمي لخصوبة التربة لأول مرة على المستوى الوطني. وفي كلمته في افتتاح الحفل قال مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية سيد صقاي برهاني إن أنشطة المعهد الوطني للبحوث الزراعية خلال 32 عاما الماضية شملت إجراء البحوث على عينات التربة والمياه وكذلك الأسمدة السائلة الجافة وإعداد خريطة نوعية للتربة من عام 1999 إلى هذا الأوان. وقال إنه تم إعداد خريطة لنوع التربة في مساحة 50 ألف هكتار من عام 99 وحتى 2024. وذكر السيد تدروس سلمون ممثلا عن مكتب منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا أن استدامة العالم تعتمد على أسرار التربة لأنها نظام بيئي غامض. وقدمت في المناسبة أوراق عمل حول رعاية التربة وإدارة صحة التربة وتقييم المراقبة وتأثير أنشطة الحفاظ على التربة والمياه على خصوبة التربة والسيطرة على التربة المالحة وأهمية المختبر في ضمان صحة التربة وتأثير الأسمدة الطبيعية على التربة الرملية المنتجة وغيرها من مواضيع. وقال مدير فرع أبحاث إدارة الموارد الطبيعية في المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلة السيد سامي البرخت إن الأرض هي أساس حياة الإنسان ويجب مراقبتها بشكل مستمر. أفاد مسؤول التأطير والإعلام في جمعية معاقي الحرب الإريترية سيد محمد نور إدريس إن الجمعية تعمل على إتاحة فرص للمعاقين لرفع إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق طموحاتهم المختلفة. هذا لدى لقائه بأعضاء الجمعية في عصب الذي أكد في أن التنظيم هو السبيل الوحيد الذي يمكن من النجاح في الأهداف الجماعية، موصيا إياهم للاستفادة من الرعاية والمساعدات التي تقدمها لهم الجمعية. وأضاف السيد محمد نور في الختام إن الجمعية تقوم بتبني مشاريع مدروسة ومثمرة تلك التي تحسن الوضع المعيشي للمعاقين وتضمن أساسيات متطلباتهم، مناشدا المشاركين لتشكيل مجموعات مصغرة والتعرف على المشاريع التي يمكنهم الاستثمار فيها بمساندة الجمعية. وقدم المشاركون آراءهم التي تقدمت بطلبات إعادة تشكيل تنظيم فرع الجمعية في الإقليم وتقديم الدورات التأهيلية التي تنمي قدراتهم على استثمار فرص اقتصادية، مطالبين إعادة فتح مؤسسة لصناعة الأطراف الصناعية. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ندوة حول ضمان المشاركة المتكاملة للشباب في التنمية الزراعية في 5 من ديسمبر في أسمرة. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الزراعة لإتمام الخطة الاستراتيجية الخمسية من عام 2024 إلى 2028 لتعزيز دور ومساهمة الشباب. وفي حديثه بهذه المناسبة قال مسؤول فرع الاتحاد في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفله إن ورشة العمل ستحقق نتائج مفيدة لأن مساهمة الشباب في التنمية الزراعية والنمو الاجتماعي والاقتصادي ليست سهلة. وأضاف ممثل وزارة الزراعة والأراضي السيد إبراهيم رأيه أن دور الشباب حاسم في تحقيق هدف الغذاء المغذي الآمن للجميع في الجميع. وأفادت مديرة مديرية قدهيف السيدة تبلز تولدي أن حملة التنمية الخضراء التي انطلقت عام 2021 حققت نتائج مشجعة على أرض الواقع. يتم صيانة الطريق الترابي بين عد قرد وعد حربه الذي بدأ العمل فيه في 21 من نوفمبر المنصرم.
وفي الوقت نفسه أقام سكان عد حربه مائدة تقدير في 5 ديسمبر لأعضاء المشروع عد هلو 6. وشكر مدير المشروع عد هلو 6 سيد تدروس غبريسوس الشعب لدعمهم المستمر وحثهم على ضمان استمرارية الطريق. وأفاد مدير مديرية باروة فرونجيل تخل هيمانوت أن الدعم الذي يقدمه الشعب هو تعبير عن مدى سعادة وفخر الشعب لتشجيع المشاركين في العمل، وتم توزيع شهادات التقدير على المساهمين. عقد فرع جمعية ذوي الإعاقة الذهنية في إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارات تنويرية في أفعبت بالتعاون مع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية وإدارة المديرية حول تعريف الشعب بالإعاقة الذهنية والانضواء في الجمعية. نظمت السيمينارات لأولياء الأمور والطلاب من 27 وحتى 30 من نوفمبر الماضي في أفعبت ومناطق خام جهوة ونار أنس وكبكوب، وتضمنت الإعاقة الذهنية وتخلف النمو العقلي عامة وتشابه متلازمة داون والتوحد خاصة، بالإضافة إلى وسائل رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية. وأوضح مسؤول الفرع السيد أمانييل أدحنوم أن الهدف إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بالمدرسة ومتابعة أوضاعهم الصحية وتقديم الدعم اللازم، مفصلا أهمية وفوائد التأطير في الجمعية. في غضون ذلك تم التوصل إلى تفاهم لتقديم الدعم باللوازم الدراسية للمدرسة التي تقدم التعليم ل30 معاقا في مدينة أفعبت. جرت في مديرية عدقية حملة تعبئة لانتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى التي ستجري في شهر ديسمبر الجاري. هدفت الحملة التي جرت في 21 إدارة ضاحية وأكثر من 100 قرية لتشجيع انتخاب السكان من يتوخى فيهم المسؤولية والتفاني. وقال مدير مديرية عدقية السيد هبتاي تسفازجي أن الإدارات التي ستنتخب ستعمل ل3 سنوات، مذكرا الاهتمام بمشاركة المرأة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة بثت أن بلاده مستعدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة أمامها كي لا تهزم في أوكرانيا. وقال لافروف في مقابلة أجراها إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفهموا أننا مستعدون لاستخدام كل الوسائل لمنعهم من تحقيق ما يسمونه هزيمة استراتيجية لروسيا. وأعرب لافروف عن أمله في أن يكون الغرب قد أخذ على محمل الجد استخدام روسيا صاروخها الجديد ضد أوكرانيا في نهاية نوفمبر. من جهة أخرى قال متحدث باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وأندري يارماك أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقشا اليوم تحسين موقف كييف في حربها مع روسيا وضمان دخولها أي مفاوضات مستقبلية من موقع قوة. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين قررت فرض عقوبات على 13 شركة صناعات عسكرية أمريكية ومديريها التنفيذيين، وذلك ردا على بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان. وقالت بكين إن بيع الأسلحة لتايوان يقوض سيادتها ووحدة أراضيها حسب وكالة رويترز للأنباء. وذكرت الوزارة في بيان أن من بين الشركات المستهدفة بالعقوبات شركة تيليدين براون انجينيرين وشركة برينك درونز وشركة شيلد اي اي. قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 7 درجات وقع قبال الساحل شمال كاليفورنيا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي على امتداد مسافة طويلة من سواحل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون قبل إلغاء التحذير في وقت لاحق. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان مركزه يبعد 63 كيلومترا غربي بلدة بيرنديل المنخفضة الكثافة السكانية على ساحل شمال كاليفورنيا. وأصدر المركز الوطني للتحذير من موجات المد تسونامي في الولايات المتحدة تحذيرا لمنطقة تمتد على مسافة طويلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة من ديونز سيتي بولاية أوريغون حتى سان فرانسيسكو وسان خوزيه جنوبا بولاية كاليفورنيا بامتداد 643 كيلومترا. أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مهمة بروبا
3 لدراسة وملاحظة الشمس عن قرب على متن الصاروخ الرئيسي للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء. وقال انطلاق المهمة الذي كان مقررا من مركز ساتيش داوان الفضائي في الهند قد أجل بسبب مشكلة تقنية. وتستهدف المهمة تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى فهم المخاطر الاقتصادية والتكنولوجية الناجمة عن طقس الفضاء. وتتكون المهمة بروبا 3 من قمرين صناعيين تم تطويرهما على مدى أكثر من عقد من الزمان لكي تستمر المهمة لمدة عامين. وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية نجاح الإطلاق، وتبلغ تكلفة المهمة نحو 210 ملايين دولار مدعومة من أكثر من 40 شركة أوروبية. في الختام فيما يلي تذكير بالعناوين. إحياء اليوم العالمي لإنتاجية التربة. جهود لتعزيز تنظيم جمعية معاقي الحرب في جنوب البحر الأحمر. منتدى حول مشاركة الشباب في التنمية الزراعية. لافروف يؤكد استعداد روسيا لاستخدام كل الوسائل في أوكرانيا. بكين تفرض عقوبات على شركات صناعات عسكرية أمريكية. وزلزال بقوة 7 درجات قبالة كاليفورنيا وإلغاء تحذير من تسونامي. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.